يعرف في دوري يالو. الليلة نحن وإياكم أمام هذه المباراة التي يديرها داريو إيريرا من الأرجنتين، الحكم داريو أوميرتو إيريرا، ويساعد ديفيد ديليوسو مع سيباستيان رينير، بينما إرنار ماسترانجيلو الحكم الفيديو حكم الفار في هذه المباراة. كل التحايا لكم أينما كنتم. يدعم الهلاليين دائما نيمار بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة أوروغواي في تصفية المونديال. أمر ريموتشو في الدفاع، ويونغ جونغ الكوري الجنوبي بجانب خالد السميري في ياسر الشهراني في جهة اليسار بكرة عرضية، دفاع تغطية تدخل، تعود مرة أخرى تسديدة لكنها في يد مروان الحيدري. أول تهديد، أول فرصة دار الهلاليين لهذه الكرة العرضية خطيرة، مرت من الجميع. يا إلهي يا روبن يا روبن يا روبن يا روبن، جميل اللقطة الأخيرة. إلا أن يلعب بانتشار لاعبيه في مناطقهم الخلفية ثم انتظار مصلحة منتخب بلاده. هذه محاولة لمصلحة ميشيل، مرور جميل، ميشيل تمريرة أجمل وكرة خطيرة خطيرة جدا. ثعلب هذا ميشيل، خطير جدا ميشيل، لمسة ولا أروع من ميشا. ولكن سعود عبد الحميد أقرب نحو ميشيل، كوليبالي إلى ياسين بونو. 7 أهداف في مرمى الهلال هذا الموسم. ياسين الشفاء من الإصابة اللي تعرض لها. وفي الحقيقة أنه نيمار من نوعية اللاعبين اللي كان عندهم معاناة طويلة. حولها في الجهة اليسرى فابيو مارتينيز طلب الكرة حلوة باتجاه خالد ناري داخل منطقة الجزاء وتسديدة لكنها بعيدة. الكرة الأخيرة، أول هجمة للخليج منذ بداية المباراة، تسديدة خالد ناري اللي قال لمصلحة الهلال عن طريق سيرجي، مرة سيرجي حلوة لمالكم، ومالكم عندهم كرة. يا إلهي يا الله، الفرصة كم كانت جميلة. سيرجي يا عيني سيرجي، ميلينكوفيتش سافيتش حطها بروعة، معلم بلمسة ولا أروع ولا أجمل إلى مالكم. عدى من الحارس ومن الدفاع، ولكن برافو اللحظة الأخيرة. من هذا الذي تدخل في توقيت حاسم ليبعد الخطر ويبعد الهدف عن مرمى الخليج؟ الكرة من جانب سالم الدوسري، عرضية بالراس خطيرة، مرت بعد ذلك من جانب سيرجي أمامية خلجوية حلوة، تمرير الكرات، تبادل الكرات، ثم بعد ذلك ليناري على الجهة اليمنى، تمويه حلو بالقدم اليسرى بالضربة القوية لك. كوليبالي يخوض الخليج، ساب ياسر في اليسار، خطيرة هلالية بكرة عرضية داخل منطقة لمالكم، ومالكم يحاول لكن عودة رائعة جدا في اللحظة المرتدة السريعة لمصلحة الدانا في هذه الأثناء. ناري تحرك على الجهة اليمنى، مارتينيز بينية حلوة لناري، وبونو يتدخل فيها تسلل في الأصل. يا الله، حلوة اللقطة الأخيرة، لو أنها اكتملت يا خلجوية، لكن بونو في توقيت حاسم خرج من مرماه إلى الأمام، لكنها بعيد عن الكل، أقرب إلى كوليبالي. ياسين بونو على الرغم من سيطرة المرة الأولى و2021 المرة الثانية، خطيرة تصل إلى متروفيتش، وبعد ذلك في اللحظة الأخيرة صافرة من الحكم، خطأ احتساب لمصلحة للحارس مروان الحيدري أمام ألكسندر متروفيتش. الهلالية من كرة ثابتة تلعب عرضية نحو القائم الأول، بعد من جانب الدفاع مرة أولى خبراني، ثم رأسية وكرة في المرمى متروفيتش هدف هلالي، أول غلطة فادحة من الدفاع، تخطئ أمام الهداف، أمام هذا المدمر لا يمكن أن يرحم أمام المرمى. ألكسندر متروفيتش يسجل هدف الهلال الأول في هذه المباراة، وبعد أن تعرض الخليج نحو فابيو. مارتينيز في هذه الأثناء عدى من سعود عبد الحميد، مارتينيز يلعب كرة أمامية حلوة لكنها بعيدة وصعبة على الجناح الآخر ناري خالد. بعيد الكرة تقريبا مرتاح في مرمى بونو. نيفيش تمريرة الرد حلوة على اليمين، ميشيل تمريرة لكن الدفاع تدخل. شرعي بمجهود فردي عدى بروعة ولمسة أروع خطيرة هلالية بكرة عرضية داخل منطقة، فرصة باتجاه ميشيل، مالكم حبها مزدوجة خلفية، حبها دبل كيك في اللقطة الماضية. مالكم
محاولة أمامية خطيرة لمصلحة الخليج داخل منطقة، فرصة حلوة خلجوية من جانب محمد شريف، تحضير كرة للسبيري، تسديدة لكنها بعيدة يا خالد. لمسة فيها تسلل في الأصل، فيها تسلل في الأصل على محمد شريف. شايل يعدي موه مع فابيو، عدى من فابيو، يلعب كرة عرضية خطيرة وراسية حلوة لكنها عالية عالية شوية. ميشائيل بروعة كبيرة في اللقطة الماضية، يحاول انتشار في مناطق الهلال في هذه الأثناء بحثا عن شيء. كرة عرضية حلوة وخطيرة لكن كوليبالي يتدخل في اللحظة الأخيرة. التعادل من هذه اللقطة، اسبيري يلعب الكرة العرضية خطيرة لكن كوليبالي تدخل على الطائر ثانية لكنها صدمت في الدفاع. سميري يلعب الكرة أمامية باتجاه ناري، طلب الكرة من جانب شريف، طويلة الكرة خطيرة لكن كوليبالي يتدخل. أكثر من لقطة كانت خطيرة لمصلحة الخليج في الخمس. كان في الانتظار محمد شريف، ثواني خطيرة لينتهي الشوط الأول على هذه الوضعية سيدات. خطيرة، تمريرة إلى ناري وتمويد وفرصة تمريرة كرة، يا إلهي في الأصل فيها تسلل. نعم فيها تسلل في الأصل. كان الراية شوية متأخرة، كان يمكن تلافي كل ذلك. ثم بعد ذلك سافيتش يلعب كرة حلوة الله، لكن عدت جميل اللقطة الأخيرة الثنائية الصربية. الوينتو الحلوة كانت بين سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع ميتروفيتش، وبعد ذلك الكرة عدت بمحاذاة القائم. خالد ناري يبحث عن عرضية داخل منطقة، مارتينيز يا ولد، مش ممكن. الله على اللقطة يا بابيو، الله على اللمسة يا بابيو. هذه فرصة أحسن من هدف لكنها ضاعت يا خليج. بونو يتألق، بونو ياسين يمنع الهدف. الخلجوية صايع كورة هذا، نعم صايع كورة. فابيو مارتينيز غير عادي، غير طبيعي. سعيد الايابي، خطيرة خلجوية، تسديدة لكنها بعيدة. من جانب سالم الدوسري، انطلاقة، هجمة، مساحة ومحاولة تحرك من جانب مالكم، وتمريرة مالكم لمين، تسديدة فيها تسلل على ما أظن على مالكم. فيها تسلل. كوليبالي انتظار كرة من جانب ميشائيل، عرضية بالراس خطيرة وكرة لكنها تبعد في اللحظة الأخيرة، يا إلهي خطيرة من ميتروفيتش. مروان يبدع أمام لقطة في منتهى الروعة للدبابة الصربية ميتروفيتش، ضربة راسية رائعة ولن يحصل عليها في الهلال، أمر صعب جدا وسط وفرة هؤلاء النجوم. خطأ من الدفاع وكرة، فرصة هلالية مالكم، عالية وبعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ركلة مرمى. بالسلامة إن شاء الله لمروان حيدري. صراع الكرة مع ميتروفيتش، غلطة دفاعية خلجوية كان. ثم بعد ذلك لياسر، بونو طويلة للأمام، محاولة باتجاه ميتروفيتش، تغطية من الدفاع. خبراني بالخطأ من جانب خبراني، سعد الهلال الخطيرة إلى سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء. سالم يحاول بكرة عرضية، فرصة لا زالت خطيرة حلوة من سالم. ميشائيل يلعب الكرة لمالكم، ومالكم في الزعيم يتقدم على الدانا. مالكم بينية للدوسري، سالم سالم بتمريره للتورنيدو، الثاني للتورنيدو في عصافرة وإشارة، يا إلهي هل خرجت الكرة في الأصل؟ سنشاهد ما الذي حدث. سالم سجل هدفا تم إلغاء في هذه الأثناء، إشارة الحكم المساعد بعد بأن الهدف يلغى، وبالتالي يبقى النتيجة على ما هي عليه، هدف مقابل لا شيء. لم يتأثر، يظهر إمكانياته على سالم في هذه الأثناء. محاولة على جهة اليمين، ناري يبحث عن كرة عرضية خطيرة، وفرصة مرت بعد ذلك تحولت إلى ركنية. يجد جيسوس حرجا شديدا، يجد الهلال حرجا شديدا. الخليج يكشر عن أنياب ويندفع بأكمل لعب. فابيو قبل الخروج بعرضية أروع بتسديدة خطيرة، وبعد ذلك مرت هنا إلى ركلة مرمى بونو.
مرت إلى ضربة مرمى لياسين بونو. أيا كان دان حمد في هذه اللقطة، في هذه التمريرة طويلة على جهة اليمين إلى الناري، يبحث عن شريف، كرة عرضية خطيرة لكن البلاي يتدخل. خطيرة جدا الكرة الأخيرة، الروح استغلال هذا. 12 دقيقة يعني شوط كامل، شوط إضافي تقريبا متبقي على نهاية المباراة. الكرة الأمامية سهلة لياسين بونو، سهلة لياسين بونو. البريك ياسين بونو، علي البليهي، اللمسة تصل إلى سالم الدوسري، محاولة على حدود المنطقة بالكعب حلوة تصل إلى متروفيتش. الكرة عند مالكوم، خطيرة لمالكوم، حطها لكن في تغطية من الدفاع، تغطية دفاعية وتمريرة طويلة خلف المدافعين خطيرة جدا، لكن بونو يخرج في توقيت حاسم لإبعاد الخطر. الكرة الطويلة بعد ذلك الكرة لمالكوم، محاولة هلالية بلمسة تصل بعد ذلك للحمدان. البريك تمر مرور جميل، البريك داخل المنطقة، البريك مر، البريك بكرة والدفاع يتدخل. مش ممكن اللقطة الأخيرة، مش ممكن اللقطة الأخيرة. هجوم هلالي لا يرى. الرجل اللي جاء أمام جيسوس جاء ليمنع جيسوس من أن يعاقب ميشيل، لأن جيسوس لم يذهب لي. سيرجي للبريك في الجهة، انتظار سيرجي يحاول اختراق الدفاع، حلوة لمالكوم ولكن الدفاع تغطية وتدخل، وبعد ذلك إلى ركنية ذكية كانت من جانب سافيتش دون أن يحصل على شيء. الهلال حصل على 3 نقاط ثمينة ووسع الفارق إلى 3 نقاط عن أقرب ملاحقين ب26 نقطة في ال10 جولات الماضية، مع شكوك عديدة في شوط المباراة الثاني ومع فرص عديدة ضاعت على الهلاليين. ربما لو تم استغلال 1 أو 2 لتغيرت الكثير من الأمور في هذه المباراة. الكرة تبقى لمصلحة الخليج، هذا لا يقلل. وفي ملعب الهلال أمام هذا الكم من النجوم، صافرة الحكم سيداتي وسادتي تنهي أحداث هذه المباراة بهذه الوضع. أشارت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة في النيجر يتفاوض مع المغربي بادو الزاكي لتدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، وفي حال وافق بادو الزاكي على عرض النيجر سيخوض ثالث تجربة تدريبية له على رأس العارضة الفنية لمنتخب أفريقي بعد تجربته مع السودان والمغرب. ومن المفارقات التي قد يحملها قبول المدرب المغربي تدريب منتخب النيجر أنه سيواجه المغرب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتتواجد النيجر بنفس مجموعة المغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 رفقة زامبيا، كونغو، تنزانيا وإريتريا.